بصوا بقى، الكتاب اللي معانا النهاردة كتاب مثير للجدل. كتاب هيخليك قادر تخلي الناس تعمل اللي انت عاوزه من غير ما يدركوا ده، لان ببساطة لو ادركوا ده هيقاوموك. كتاب هيخليك تشوف اللي محدش غيرك شايفه. هتبقى خطير. كل شخص مهما كان سنه، مهما كان شغله، مهما كانت حياته، هيستفيد من الكتاب ده. كتاب 48 قانون للقوة لروبرت جرين. كتاب هيغير نظرتك للعالم، هيخليك تشوفه من زاوية تانية خالص. طبعا فكرة الكتاب وهي ممارسة وتعلم لعبة القوة عن وعي مقصود هتبدو شريرة وغير أخلاقية عند بعض الناس، وهيقولوا لا 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 أنا ماليش دعوة باللعبة دي، ابعديني يا ستي عن الكلام ده. بس خليني أصدمك وأقولك معلومة أنت عارفها كويس قوي، إحنا مش في المدينة الفاضلة، وسواء اختلفت أو اتفقت على القوانين دي ومدى أخلاقيتها فلازم تكون عارفها على الأقل يا سيدي علشان تحمي نفسك من اللي بيلعبوها. أصل خليك عارف إن القوة لعبة اجتماعية لابد منها في الحياة، فالأفضل إن أنت تكون في ميدانها فنان بدل ما تكون فاشل، لأن أنت كده كده طرف فيها شئت أم أبيت. إيه صوت الشنيور ده؟ نشرب شوية ينسون. كنت نفسي في قهوة بس بتعمل لي زوري. محبش المشروبات السخنة أصلا، محبش المشروبات خالص، محبش غير القهوة. المهم، افهم الناس وادرس الكل، القريب قبل الغريب، وهتعرفوا ليه في القانون التاني. وافهم دوافعهم الخفية، هيعملوا ايه وبيعملوه ليه. يعني تقدر تسمي الكتاب من عرف لغة قوم آمن شرهم. مش شرط ومش هينفع، ومش بقولك تطبق كل القوانين لانه مش هينفع، لان في منها فعلا غير اخلاقيه، بس اللي هقوله لك انك تخلي بالك منها علشان هي بتتعامل معاك. بليسازار غريسيان المفكر الكبير في القرن ال17 قال حاجه هتلخص لك فايده الكتاب ده. بيقول لك ايه؟ يمضي العديد من الناس وقتا في دراسه خصائص الحيوانات والاعشاب، والاهم من ذلك كله ان ندرس الناس الذي يتعين علينا ان نعيش ونموت معهم. يعني أنا واثقة إن أي حد بيسمعني هو عنده مجال معين درسه وجابه من أوله لآخره واجتهد فيه جدا عشان يبقى شاطر فيه. طبعا ده مهم، بس الأهم منه واللي لا غنى عنه لأي واحد فينا هو إن هو يدرس الناس اللي حوالينا. مفيش حد فينا عايش لوحده. واحذر بقى من الناس اللي بتقولك لا 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 يا عم إيه القوانين دي، أنا عمري ما طبقها أبدا، وبيدعي رفضه لكل القوانين ولعبة القوة أصلا. روبرت جرين ده ما سابش حاجة. بيقولك ان الناس اللي بيقولوا كده هم ابرع ممارسي لعبة القوة. يا نهار ابيض. وبيستخدموا خطط اكثر دهاء، فلازم تخلي بالك منهم. طب بيعملوا ايه الناس دي عشان نخلي بالنا؟ هتلاقيهم دايما بيكشفوا نقط ضعفهم وانعدام القوة عندهم كنوع من انواع الفضيلة الاخلاقية. عارفين انتوا اللي بيتمسك لحد ما يتمكن؟ واكيد كلنا شفنا النوع ده كتير في الشغل مثلا. زميلك اللي يفضل يبين قد ايه هو مسكين وغلبان وضعيف لمجرد ان هو يكسب عطف مديرك. الحقيقة بقى ان الضعف الحقيقي اللي مش وراه مصلحة صاحبه مش بيتكلم عنه ولا بيعرضه علني كده. اللي بيعرض ضعفه بيبقى مصلحته كسب العطف والاهتمام لأغراض أخرى هنعرفها برضو في الكتاب. هتقولي الكتاب ده مش هينفع معايا، أصلا أنا حاولت كتير، أصلا أنا طيب بزيادة وبيضحك عليا ومش بعرف اخد حقي ولا بعرف ارد على اللي بيتريقوا عليا ولا حتى افكر، ولا بفهم اصلا الناس اللي حواليا ولا دماغهم بيفكروا في ايه ولا بيعملوا كده ليه. بص هقولك على حاجة، عارف الشطرنج؟ لعبة الشطرنج لعبة القوة زيها بالظبط، لعبة زي اي لعبة وزي اي مهارة تقدر تتعلمها، بس هتاخد وقت وتمرين ومجهود سنين. مفيش حد صحي الصبح عارف يلعب شطرنج. لعبة وجزء كبير منها مش هيجي بصورة طبيعية، لازم تتقنها. زي ما قلنا الشطرنج، هل بتصحى الصبح محترف فيه؟ لا، فلازم تمرين على مهارات القوة برضو، واللي من أهمها قدرتك على التحكم في عواطفك، لأن العواطف بتأيد العقل وتشله ومش بتخليك قادر تشوف الموقف بوضوح، فلازم تتعلم تتحكم في مشاعرك.
سواء غضب او حب، الاتنين هيعموك. فاول حاجة كده قبل ما ندخل في القانون الاول، اركن مشاعرك بره علشان تعرف تفكر صح. الكتاب هيعلمك ازاي تكون زي جانوس او جانوس، الاله الروماني اللي ليه وشين، حارس كل المنافذ والابواب، قادر تبص في الاتجاهين في نفس الوقت، وبكده هتقدر تواجه اي خطر. طب هتقولي ده كان حارس منافذ وابواب فعنده وشين، وش قدامه ووش وراه، انا هبقى زيه في ايه؟ انت برضو هتبقى بوشين. لا، مش وشين اللي في بالك. الوشين، وش هيبص للمستقبل وش هيبص للماضي، والشعار بتاعك للمستقبل لا ايام بدون انتباه، بمعنى ان انت هتتعلم ازاي تربط الخيوط ببعض وازاي تتوقع اي حاجة، ومفيش حاجة هتفاجئك، وكل ما زاد بعد نظرك زادت خطواتك، وتوقعت المشكلة قبل ما تحصل وكنت مستعد ليها، وبالتالي هتزيد قوتك وسلطتك. اما الوش التاني فهيبص للماضي، بس طبعا مش هيقعد يفتكر في الماضي وفي حاجات الوحشة اللي حصلت في الماضي ويقعد يندم عليه ويتحسر عليه، لا، لان ده عكس القوة خالص. هتبص للماضي علشان تتعلم من اللي سبقوك. وهنا تيجي الميزة الاكبر للكتاب. روبرت جرين ذكر كمية امثلة تاريخية حقيقية لناس سبقونا علشان يساعدك تتعلم منهم ومن اللي حصل لهم واللي حصل معاهم، وبعد كده تبص على اخطائك انت في الماضي وتحللهم حسب ال48 قانون اللي هنقولهم، وتاخد عهد على نفسك ان انت مش هتكررها تاني. ودي اسمى مهارة هتتعلمها من الكتاب ده. ولو حاسس ان انا وصفت الكتاب بصورة مبالغ فيها، احب اقولك اعمل دلوقتي اشتراك للقناة، علشان انا هشرح ال48 قانون، كل قانون في حلقة، يعني هديله حقه من الاخر، شرح مش تلخيص، مش هيفوتك كلمة. وفي نهاية ال48 حلقة انت بنفسك اللي هتيجي تقولي ان الكلام ده قليل قوي على الكتاب. يلا اشترك في القناة. وقبل ما نبدأ في القانون الأول، حابة أعرف تعريفك أنت للسلطة أو القوة. هل متفق مع روبرت جرين إن السلطة الأعظم إنك تخلي كل الناس تعمل اللي أنت عاوزه من غير ما يحسوا، وتوصل لأي حاجة أنت عاوزها؟ ولا السلطة بالنسبة لك إيه؟ فلوس، علم، شهرة، قوة جسدية، منصب كبير، ولا حاجة تانية؟ هستناكم تقولولي. دي كانت مقدمة الكتاب اللي مهم جدا قوي إن أنت كنت تسمعها. وعلشان ما أطولش وقت الحلقة، استنى القانون الأول هينزل بكرة عشان ما تأخرش عليك.